تعالي بقى اقول لك ازاي تفرزي الطماطم بطريقه سهله وبسيطه. جبتي كميه الطماطم بتاعتك، هتبداي تغسليها وتحطيها في مصفى. طبعا الطماطم رخيصه الايام دي، استغلي وقتك واعملي كل حاجه رخيصه وحطيها في الفريزر. جيبيها وقطعيها زي ما انت شايفه كده على 2، وشيلي الزر بتاعها. عايزه اقول لكم الطماطم كلها اللي موجوده في السوق سعرها كويس جدا، وحتى يعني تحفه جدا، واستغلوا الفرص الحلوه دي واعملوا حاجات موفره وحطوها في الفريزر. طبعا جبتها وهقطع الكميه كلها بعد ما غسلتها. بعد ما قطعت الكميه كلها بتاعتي زي ما انتم شايفين، حطيتها في الحله، نزلت عليها بكوبايه ميه واحده، اكتر من كده ما تحطيش. والسر بتاعي حطيت البنجرايه بتاعتي، عايزه اقول لكم بتديها تست عالي وفايده كويسه جدا وجميله. اوعي تحط لها ميه كتير، عشان زي ما انا قلت لك هتشوفي الميه، بصي زي ما هي زي ما انتم شايفين نزلت الميه بتاعتها. اكتر من كوبايه ميه واحده ما تحطيش. هتبتدي ان هي تتسلق، هسيبها تتسلق على النار زي ما احنا شايفين كده اهوت. وبعد ما تتسلق، طبعا كانت لسه الميه بتاعتها كده كانت قربت تخلص معايا. بعد ما تتسلق معايا هبتدي ان انا اطفي عليها واسيبها تبرد. وبعد ما تبرد خالص، عايزه تضربيها